السلام عليكم. لقيت واحد المصري مقيم في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايك في الماتش ديال اليوم؟ يعني فزتوا علينا ب 2-1. شنو الشعور ديالك؟ صحتنا وصحتكم انتوا اللي غلبتوا ماشي حنا. دايما الوداد ما شاء الله تبارك الله، الوداد دايما بيغلب الاهلي او بيفوز على الاهلي عقده، ولكن بس اتحلت اليوم. هو الاستاذ معاذ بيعتقد انها اتحلت، ولكن هتفضل باقيه، ما فيش لما فر يعني. لا ان شاء الله باذن الله غنغلبوكم. في مثل بيقولوا المصريين، يقول لك تروح فين الشمس من على قفا الفلاح. يعني طول ما الفلاح في الغيط في الفرمه عم يخدم، الشمس على راسه. الفلاح كمان موجود معانا في الفيديو. فطول ما الوداد بيلعب الاهلي وراه ما هيسيبه. لا ان شاء الله هنفوزوا باذن الله. عندنا لوتو النهارده باذن الله. اللي انا عايز اقوله بس ان احنا كمصريين، انا موجود في طنجة دابا وانا مقيم حاليا. لما الوداد بيلعب احنا ما شاء الله تبارك الله بنحب الوداد بالذات. والله ولما يكون يعني تلاقي في تتبع الاخبار وفي احتفالات وفي كذا وفي كذا. انا لما بعيط لاولادي وانا هنا في المغرب، ويكون مثلا الوداد عنده ماتش، ما شاء الله تبارك الله تلاقي المصريين هناك عاملين. بس اقول لك حاجه، بتعيط ولا بتتصل؟ لانه بعيط بالمصري يعني. لا بعيط بالمغربي. ايوه بعيط بالمغربي. ايوه خلص عليه بالمغربي ولا خلص عليه بالمصري؟ تبارك الله عليك سي معاذ. تصحيح المفاهيم. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. انا يعني فرحان جدا. الف مبروك للمغرب، الف مبروك لمصر. وكان عندنا مذيع زمان جميل جدا رحمه الله عليه، كان اسمه محمد لطيف، بيقول الكوره اجوان. وهي المثل بقى بنقول مثل حلو قوي، بيقول لك لو دامت لغيرك ما آلت لك. صحيح. يعني لو فضلت مع غيرك ما كانتش اجت لك. فهي مره الوداد ومره الاهلي، المهم ان احنا نتفرج على كوره مزيانه. وما نقدرش ننكر حاجه صغيره قوي، ان المغرب ومنتخب المغرب يرفع راس العرب كلهم تما، ودي حاجه اصبح قدوه يعني للعالم. ودي حاجه لازم يحتذى بها، ان هو فعلا اكبر الفرق العربيه، ان فعلا تتهلا الله في الفرق بتاعتها، في اسمائها. ورانا جمهور محترم جدا ماشي ورا الفريق بتاعه وعمال يحتفل بيه. ورانا مدرب رائع الاخلاق، رائع التخطيط، شخص من اجمل الاشخاص الموجوده. ولينا الشرف فعلا ان هذا الرجل يكون مدرب لفريق عربي ويوصل بيه لنهايات كاس العالم. ما شاء الله تبارك الله عليه. فريق المغرب كله ما شاء الله تبارك الله عليه من اروع المنتخبات اللي كانت ادت ونفذت ماتشات روعه. انا كمصري كنت بتابع الماتشات. انا كمصري كنت موجود هنا في المغرب لغايه اخر ماتش في كاس العالم بتاع المغرب واسبانيا. يعني ما كنتش كتوقع اننا غنوصلوا لهذا الانجاز هذا؟ ما كنتش متوقع، لان احنا تعودنا على ان مستحيل العرب يوصلوا، ولكن ما شاء الله تبارك الله المنتخب المغربي خلينا العقده، كسر هذا الحاجز النفسي اللي هو كل العرب او كل الفرق العربيه خايفه انها توصل له. لا انا هلعب مع البرازيل، انا هلعب مع المانيا، انا هلعب مع انجلترا. يا جماعه اهو الناس اثبتت لنا النهارده ان فعلا مفيش مستحيل. والحمد لله يعني بعدها يعني توالت الانجازات في جميع المجالات وليست في كره القدم فقط. واحنا حلت العقد. احنا كعرب، كلمه اخيره بقى هقولها بعد اذنكم، احنا كعرب اللي علمنا الناس، فورينا الناس التاريخ، ورينا الناس الطب، ورينا الناس الفلك، ورينا الناس، علمنا العالم كله. فلما نيجي نعلمهم الكوره يبقى ده احنا رجعنا لقواعدنا تاني مره اخرى في الاول ان شاء الله. السنه دي المغرب كاس العالم ده، المغرب اللي يعني طلعت فيه وصلت النهائي. السنه كاس العالم الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى من نصيب المغرب ونصيب العرب كلهم، وترفع راسنا زي ما عودتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وتشرفت بيك، وانا فرحت بزاف لان لقيت واحد مصري اخر. يعني عندي صديقي مصري هنا في المغرب، لقيت مصري اخر. احنا كنا يعني اخوه، واحنا كنا يعني شعوب طبعا كنهضروا تقريبا لهجه واحده. يعني اللغه العربيه كتوحدنا اكيد، سواء كنا الامازيغ او العرب، لكن اللغه العربيه لغه القران توحدنا اكيد. سي معاذ اللغه المغربيه صاحبه بزاف. لا ما صعباش بزاف يا صاحبي، وانت لا مالك صاحبي. احنا عشان في طنجه يا صاحبي، عشان في طنجه يا صاحبي اسهل لغه. مرحبا بك، مرحبا بك حبيبي. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. شكرا، ان شاء الله نفوز بالوداد. خليها على الله. ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم.